السلام عليكم البنات، احلى متتبعات فاميلتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا نبداوه بكلامنا بالصلاه على نبينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هذا البنات رجعت معكم فيديو جديد بعد مده طويله طويله طويله، دامت مده عامين. بحكم كما شفتوا الفيديوهات الاخيره. كنت ولدت صافي، ما عنديش كي غادي ندير مع الترابي صغير، وما عنديش كي غادي ندير هكا نبقى نصور. وعطيت الولد عطيت الوقت الكافي لولدي تا كبر شي شويه. وعاد نرجع هكا نصور معكم الوصفات ديالي الطبيعيه والمتواضعه. وكنت كنشارك معكم هكا في لي ستوري، الطلبيات اللي كندير، الوصفات اللي كندير. وانما دابا غادي نبقى نشارك معكم بالتفاصيل، كما والفتكم من شحال هادي. وصراحة توحشت حبابي فاميلتي، كنت كنشارك معكم اليوميات ديالي وشنو كنت كندير. وهنا رجعت معكم بالطاقة الإيجابية والنشاط والحيوية يا البنات. وإن شاء الله غادي نشاركوا في هذا الفيديو، نشارك معكم الطلبية ديال البهلة. وصراحة بهلة رائعة غادي نشاركها معكم بهذه الطريقة. اكيد اكيد الا كنتو زعما ما كنتش كتصدق معكم البهله، وهذه الطريقه مليون في المية غتنجح معكم ان شاء الله. غادي نشارك معكم انا. طلبت لي هنايا عجنه ديال البهله، يعني كيلو ديال الطحين. كما شفتوا درت رشه ديال الملح، ساشيه ديال الفاني، درت كيلو ديال الدقيق، يعني كيلو و20 غرام، زائد جوج كؤوس ديال الطحين محمر، بحال اللي كندير اللي غادي نديرو الزميطه. صراحه علاش هذا السر كيعطيها واحد اللون اللي هو رائع جدا، واحد المذاق زوين. حمرت الطحين في الكوكوط كما قلت لكم كنديروه للزميطه. وزدت جوج معالق ديال القرفه، جبتها عواد طحنتها على يدي. درت زلافه يعني فيها جوج كؤوس ديال العنبه ديال اللوز مهرمش، بعد ما حمرته هرمشته. وكذلك الزنجلان حتى هو كاس خليته حب، وكاس هرمشته. وصافي. ودرت هنايا عندي 250 غرام ديال الزبده من النوعيه الجيده. هنايا بغيتو تخدموها بهكاك، يعني تبسبسوها مع مع الدقيق، بغيتو تذوبوها بهذه الطريقه اللي درت لها انايا. انا درتها ذوبتها، ماشي خليتها تذوب كامله، مهم غير شويه. وهنايا غادي نبسبسها كامله مع الطحين وهاد المكونات. يعني درت النواشف، انا نعاود نذكر لكم كما قلت لكم: رشه د الملح، وصاشي د الفاني، جوج معالق صغار ديال القرفه، وجوج كيسان ديال اللوز مطحونين ومهرمشين، غير مهرمشين ماشي طحونين بزاف عفوا. وكاس ديال الزنجلان بحب، وكاس مهرمش. وكندير صافي جوج كؤوس ديال سنيده، يعني راني كيما شفتوا زلافه راه عبرت فيها جوج كيسان ديال سنيده اولا سكر حبيبات. وصافي وكندخل هاد ورشه ديال الملح كذلك. وثلاثه ديال ساشيات ديال الخميره د الحلويات. الا كانت متوفر لكم ديال العبار فممكن انكم تستعملوا ثلاثه ديال ساشيات. هنايا كما شفتوا من بعد ما دخلت كامل هذيك الزبده في داك النواشف، غادي نزيد هنايا جوج كؤوس فقط اللي غادي ندخل في هذه الكميه ديال الدقيق، لا غير. ما كنزيد عليها حتى شي حاجه. هنايا البنات البهله فاش كنكثروا لها الزيت بزاف، فاش كطيب كتجي مفقعه وزوينه ولكن فاش كنشدوها بيدينا كتجي كتلاصق ما بين صبعنا. صافي. هنايا غادي نحاول بامكان نبقى ندلك ونزيد الزيت، ندلك ونزيد الزيت حتى كنبقى نجرب هكا في يديا، كتبان ليا كتلاصق، زعما عفوا ماشي كتلاصق، تتجمع. صافي. وهنايا كنستمر بهذه الطريقه. وصافي. هنايا كما قلت لكم الدقيق انا هنايا درت كيلو، وزدت داك جوج كيلو و20 غرام، وزائد دوك جوج كؤوس، لانه كندير يعني كندير الاحتياط تحرقات لك شي واحد. يعني نورمالمون هي طالبه ليا كيلو ديال العجنه، يعني باغا كيلو ديال الدقيق، داكشي اللي عطاها كله ديالها، ماشي كيلو عبار. وهنايا صافي انا دائما كندير ديك الزياده في حاله ما تهرست شي وحده ولا تحرقات شي وحده. ضروري ما يعني باش يبقى لها كيبقى داك العدد الكافي ديالها.
هي كيما شفتوا غادي نبقى ندلك بحال هكا ندلك حتى كنحصل على نتيجة اللي انا بغيت. وفي نفس الوقت ما تكونش يعني رطبة رطبة، ما خصهاش تكون رطبة، ما خصهاش هكا بحال هاد القوام اللي كتشوفوه معايا. انا كنطيب هذيك الساعه في الحقيقه في هذه الاثناء راني شاعله الفران، ما كنبيتها، ما كندوزها في حكاكه، ما كندوزها حتى في شي حاجه بهذه الطريقه، وكتجي مفقعه. وخصوصا كما قلت لكم هاد الطحين المحمر كيعطيها واحد اللون اللي هو رائع جدا وزوينه، وكيجي اللون ديالها موحد وزوينه. دايا صافي البنات كيما شفتوا صافي جمعتها بحال هكا، وغادي نغطيها بواحد البلاستيك غذائي ونخليها جانبا بيد ما نوجد لاطه ديال الفرن. كما قلت لكم في هذا الاثناء راني شاعله على الفران راه كيسخن، يعني خصو الفران يكون سخون مزيان. هنايا غادي نعبر معكم يعني باش كيتجيو الحبات متقادين. هنايا كندير ما بين 27 28 غرام، ما كنديرش يعني كيجيو متوسطين على حساب كل واحد. كاينه الكليانه اللي كتقول لك باغا حبات تكون كبيره يعني كتوصلها حتى لديك 30 غرام، وكاينه اللي كتقول لك ديريها لي متوسطه، وكاينه اللي كتقول لك ديريها لي صغيره. وصراحه البهله كتجي متوسطه كتجي زوينه وكتجي مفقعه وباينه فيها ديك التفقيعه كتجي زويونه. وصافي هنايا كنستمر بهذه الطريقه. انا حاطه الميزان قدامي باش كيجي هو هذاك. وكما كتشوفوا هنايا ما كتبانلكش هكا مجموعه، راه بحال اللي كتفرتت العجين، بحال اللي كتفرتت ديك العجينه، وانما هذه هي الطريقه اللي خصنا نحصلوا عليها. صافي هنايا اللاطه الاولى هي عمرتها، غادي ندخلها للفران اللي هو سخون، وغادي نرجع موراها غادي نبقى نعمر بنفس الطريقه. هي البنات من بعد ما عمرت كلشي كورت ديك البهله كامله في اللاطات. صافي قلت غادي نوجد العشاء. دابا بديتها مور العصر، يعني هاد الطلبيه جاتني متاخره شويه، والسيده بغاتها يعني ما علمتنيش بكري، بغاتها مزروبه. صراحة بغات هي والفقاس. هنايا في هذا الفيديو شاركت معكم البهلة، وهو الفيديو الجاي غادي نشارك معكم فقاس حتى هو بلدي رائع جدا. هنايا قلت ما حدا هي كطيب نستغل الوقت ندير عشيوه، وقلت ندير شويه الصوبا البرد. صراحه هادشي اللي كينفع، صوبا السميده الشعير يعني شعيريه، هادشي اللي خاص كيكون سخون الحريره. هنايا كما شفتوا خديت الكوكوط، درت شويه زيت العود وشويه زيت النباتيه غير شي شويه، ودرت ربطه ديال المعدنوس. كما كتشوفوا كندير قطع عشوائيه هنايا لانها غادي طيب وغادي نطحنها. درت القرعه حمراء، ودرت اللفت بطاطا، قرعه خضراء، خيزو. صافي كنقرضهم كاملين هكا، وغادي نزيد لها العطريه ديالها، وكنخليها طيب قدامي، وانا في نفس الوقت كنطيب البهله. كنجيو قد قد يعني فاش كطيب البهله وتيكون العشيوه ديالنا طابت هكا، باش كتكون يعني فاش كنسالي في خطره وحده كنجلس في خطره وحده، كندير يدي هنا ويدي هنا. وصافي هنايا كنكملها بهذه الطريقه كامله. وصافي وكما قلت لكم البنات بالنسبه للبهله، صراحه كتجي بهذاك اللون كتجي زوينه فناك. بغيتو تخليوها بيضة تخليوها، بغيتو بحال دابا عوض ما تزيدوا لها داك الطحين اللي درت انايا، بحال دابا ديروا الحليب المجفف ولا نيدو، كتجي حتى هي بها زوينه. انا صراحه كنعتمد هاد الطريقه اللي عندي دائما كنديرها وشاركتها معكم. هي من بعد صافي بزرت على هذا الصوبا، درت شويه السكينجبير اللي بزال مليحه، زعفران. صافي هادشي اللي درت، ما كنديرش بزاف د العطريه. صافي هنايا ضربتها بالميكسور طحنتها كامله وخليتها. وفي نفس الوقت يعني كنخرج اللاطات ديال البهله من الفران، هي واجده كما كتشوفوا جايه مفقعه غزاله. وهاد اللوين خطير يا البنات، واخا هكاك دابا التصوير ديال الليل ما عطاهاش حقها، كتبان هنايا بحال اللي محروقه، بحال اللي ما عرفت، وانما جايه واحد اللون خطير خطير يا البنات. الفن انكم غير جربوها وغادي تعجبكم وما غاديش تستغناو عليها نهائيا. صافي هذه اللاطه الثانيه حيدتها، وهنايا من بعد ما ساليتها كامله جمعتها في هاد الطبسيل خليتها تبرد، وعاد ديك الساعات نجمعها في البواطات ديال اللي غادي يجمعوهم فيها. صراحه جايه رائعه جدا، واحد الريحه وزعما ديك الريحه ديال الطياب ديالها رائعه. هنايا صافي حيدتها في نفس الوقت. هي السوبا طابت عمرتها، غادي نتعشاو. بيد ما نتعشى نكون صافي جالسه، وفي نفس الوقت نستف ديك البهله قدامي. انا جالسه وانا كنستفها في البواطات، وباش ان شاء الله غدا نعطيها دابا هاد الساعه راه الليل اللي كنصور معكم هاد الفيديو، غدا ان شاء الله نعطيها لمولاتها. هانتوما الشكل النهائي ديالها البنات. صافي درتها في البواطه. هنايا بالنسبه
في العبار عاطيها 2 كيلو، 2 كيلو و227 غرام اللي عطاتها العجنة، 2 كيلو و227 غرام. صراحة كاين اللي كيبغي يخدم بالعجنة، كاين اللي كيبغي يخدم بالعبار. صراحة جاية لها غزالة فنة بالصحة والراحة. واسمحوا لي البنات على هذا الصوت، راني مروحة ما شكيت عليكم. صافي لهنا نكونوا سالينا الفيديو. بحال ديما وكيف العادة ما تنساونيش من لايك والبارطاج مع الحباب والاهل باش كتعمل فائدة للجميع. واللي مازال عاد يلا التحق بالقناة، ما عليه غير يشترك ويفعل الجرس باش يبقى يتوصل بكل ما هو جديد. وهنا نخليكم ان شاء الله مع فيديو جديد ووصفة جديدة. تهلاو لي في راسكم، امسية سعيدة، تصبحوا على خير، السلام عليكم.